أنا بسألهم سؤال: هل الاحتفال بالمولد طاعة ولا معصية؟ إن قالوا معصية قلنا ليش تسوونها؟ وإن قالوا طاعة سألناهم سؤال ثاني: هل الطاعة هذه علمها رسول الله أو جهلها؟ إذا قالوا جهلها هذا اتهام يدخلهم الكفر، وإن قالوا علمها قلنا أعطونا الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في دليل على عيني وراسي، نحتفل 100 احتفال. ما في دليل لا، احنا ما احنا بإمعات. السؤال الآخر، السؤال الأهم من ذلك: هل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن مولده كان يوم 12 ربيع الأول؟ ثبوت مولده بهذا التاريخ غير ثابت، غير قطعي الدلالة. ما في دليل صحيح يثبت أن النبي ولد يوم 12 ربيع الأول، بل الثابت أنه مات يوم 12 ربيع الأول. فيعقل نحتفل بموته؟ يجب يكون عندنا عقول تحتفل بما يسمى بالمولد النبوي. أنا لي وقفة: كلنا نجل ونحب ونتعبد الله بطاعة هذا النبي الكريم، ونفديه بأنفسنا وأموالنا وآبائنا وكل ما نملك صلى الله عليه وسلم. لكن هل مقام النبي احتفال بمولده؟ أنا بسألهم سؤال: هل الاحتفال بالمولد طاعة ولا معصية؟ إن قالوا معصية قلنا ليش تسوونها؟ وإن قالوا طاعة سألناهم سؤال ثاني: هل الطاعة هذه علمها رسول الله أو جهلها؟ إذا قالوا جهلها هذا اتهام يدخلهم الكفر، وإن قالوا علمها قلنا أعطونا الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. السؤال الآخر، السؤال الأهم من ذلك: هل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن مولده كان يوم 12 ربيع الأول؟ ثبوت مولده بهذا التاريخ غير ثابت، غير قطعي الدلالة. ما في دليل صحيح يثبت أن النبي ولد يوم 12 ربيع الأول، بل الثابت أنه مات يوم 12 ربيع الأول. فيعقل نحتفل بموته؟ 12 ربيع الأول يحتفلون أنه يوم المولد. تعال أعطني في السيرة، نحن ندرس السيرة الآن، أعطني موقفا الحبيب صلى الله عليه وسلم عاش 23 سنة ما احتفل عاما به بمولده، وما احتفل عمر ولا أبو بكر قبله ولا عثمان ولا علي ولا معاوية ولا الدولة الأموية ولا الدولة العباسية، القرون المفضلة كلهم ما احتفلوا. أول من احتفل به العبيديون، الباطنيون، المارقون، واحتفلوا بالمولد. لا أحبابي، 12 ربيع الأول هذا موعد موته صلى الله عليه وسلم. هو ما ولد في ربيع، هو ولد في رمضان. سنأخذ العجيب، الحبيب ولد في رمضان، يلي تحتفلون في شهر ربيع ولد في رمضان. والدليل على أنه ولد في رمضان أن القرآن نزل عليه في ماذا؟ في شهر رمضان. وكم بعث وعمره كم؟ 40 بالضبط. لما أتم 40 نزل القرآن نزل في رمضان، إذا هو مولود في رمضان. فلماذا نحتفل به في ربيع؟ لأن العبيديين احتفلوا بيوم موته فرحا بهلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم.